اسمها الحقيقي عائشة، والدتها من أصل تركي، وكانت بدايتها كمطربة، وشقيقتها فنانة معروفة، وضحكت عند وفاة نجلها، وتزوجت من فنان مشهور لمدة ظلت 51 عام، وطلقت منه بسبب ضبطه وهو يخونها مع امرأة أخرى. معلومات عن رجاء حسين، ولكن فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. فنانة كبيرة لها مكانة خاصة، موهوبة وجريئة وتلقائية تجعلك تشعر بأنها شخص قريبا منك. نجحت في تجسيد أدوار عديدة ومميزة في تاريخ السينما والدراما المصرية. إنها الفنانة المصرية رجاء حسين التي أحبت الفن بسبب خشبة المسرح المدرسي، ومن المسرح اتجهت للسينما والتلفزيون، فأبدعت في أدوار مميزة. تعد حياتها مليئة بالأسرار التي لا يعرفها الكثيرون، لذلك سنتعرض لأهم المواقف التي مرت بها خلال حياتها الخاصة والفنية. هي ممثلة مصرية، ولدت في 7 نوفمبر عام 1937 بمحافظة القليوبية لأب مصري وأم أصولها تركية. تعد الفنانة رجاء حسين هي شقيقة الفنانة ناهد حسين التي عرفت في فترة السبعينات والثمانينات بأدوارها في المسرح والتلفزيون والسينما. ويذكر أن الفنانة الراحلة ناهد حسين قد شاركت في مسلسل ضمير أبلة حكمت، ومسلسل يوميات ونيس، ومسرحية عش المجانين، وفيلم قضية عم أحمد. أحبت الفنانة المصرية رجاء حسين الفن منذ أن كانت طالبة بالمرحلة الثانوية، حيث كانت تحرص على مشاهدة العروض المسرحية التي كانت تقدم على خشبة المسرح المدرسي. ورغم أن رجاء حسين لم يكن يخطر ببالها أن تصبح ممثلة ولا تعلم أي شيء عن هذا المجال، إلا أن فضولها جعلها تدخل إلى المسرح المدرسي لتعرف وتشاهد ما يتم على هذه الخشبة. وحكت رجاء كيف شاركت لأول مرة بالمسرح المدرسي بقولها: بسبب الفضول كنت عايزة أعرف إيه اللي بيحصل، فكنت دايما أدخل أشوف وأتعلم وأحفظ إيه اللي بيحصل. وفي مرة أمي ضربتني علشان اتأخرت، وتابعت رجاء حسين لحد ما بطلة المسرحية وقعت فأصابها شرخ في رجليها، فأنا قلت لهم أنا حافظة الدور، وفعلا لعبت الدور وانبسطوا جدا. ومن هنا حبيت الفن وقلت لازم أكون ممثلة. التحقت الفنانة رجاء حسين بمعهد الفنون المسرحية، ولرفض أسرتها دخول عالم التمثيل قررت أن تخبرهم أنها تدرس بكلية الحقوق، وبالفعل ظلت سنة تدرس بالمعهد وأهلها يعلمون بأنها بكلية الحقوق. وفي آخر العام الدراسي طلبت رجاء حسين من خالها التدخل في الأمر، ومن هنا علمت الأسرة بأنها تدرس بمعهد الفنون المسرحية ولم تلتحق من الأساس بكلية الحقوق، فوافقوا على عملها بالتمثيل ولكن بشروط. بسبب خطوبة رجاء تبدأ مشوارها الفني. كشفت الفنانة الكبيرة رجاء حسين عن بداية مشوارها الفني من خلال الإذاعة، إذ قالت أنها دعيت في أحد الأيام لحضور خطبة زميلة لها، وغنت يا دبلة الخطوبة لشادية، وكان من بين الحضور الكاتب يوسف عوف الذي أعجب بصوتها وعرضها على الإذاعة لتشارك في برنامج الهواة مع الإذاعي الكبير أحمد طاهر. وبالفعل بدأت حياتها كمطربة، ومن الإذاعة تعرفت رجاء حسين على الفنان والممثل المسرحي أنور محمد الذي ساعدها في دخول معهد الفنون المسرحية. وبعد تخرجها عملت مع الممثل محمد عوض في مسرحية شارع البهلوان، ومن بعدها انضمت رجاء حسين إلى فرقة نجيب الريحاني عام 1958، ثم انتقلت إلى المسرح القومي، ثم اتجهت إلى السينما في مطلع الستينات بأدوار صغيرة حتى أعاد اكتشافها المخرج يوسف شاهين. فاقتحمت رجاء السينما في عام 1960، وذلك بالمشاركة في فيلم الخرساء. وبعد أن شاهدها المخرج المصري العالمي يوسف شاهين لمعت ونجحت معه في أفلام مميزة. ورغم نجاحها مع يوسف شاهين في الأفلام التي شاركت فيها، إلا أنها رفضت أن تعمل معه مرة أخرى، مبررة ذلك بقولها يوسف شاهين أناني وعاوز الممثل يبقى له لوحده. تزوجت رجاء حسين من الفنان المصري سيف عبد الرحمن بعد أن شاهدها على خشبة المسرح وهي تقوم بتأدية دورها في مسرحية الناس اللي فوق، وأنجبت منه
ابنه أمل وكريم، وترجع تفاصيل تعرفهم ببعض إلى يوم أن قامت الفنانة المصرية الراحلة سناء جميل بدعوة الفنان سيف لمشاهدة مسرحية الناس اللي فوق، فلفتت رجاء نظره مما دفعه لسؤال سناء جميل عنها، واستمرت العلاقة لمدة 51 عام تحملت خلالها الفنانة رجاء حسين الكثير من المشاكل والخيانة، حيث اعترفت بخيانته المتعددة حتى جاءت لحظة فارقة وهي وفاة ابنها كريم في 2014 فقررت الانفصال. وكشفت الفنانة رجاء حسين عن سبب انفصالها عن سيف عبد الرحمن بعد وفاة ابنهما بقولها: استحملت لحد وفاة ابني كريم، خدت قرار الانفصال لان اللي كنت خايفة عليه راح خلاص. ورغم انفصالهما بعد زواج دام 51 عام الا ان الفنانة رجاء حسين ترتبط بعلاقة جيدة بطليقها الفنان سيف عبد الرحمن وزوجته الثانية. وكشف سيف عبد الرحمن في مداخلة هاتفية ان زواجه الثاني كان فكرة زوجته الاولى الفنانة رجاء حسين بقوله: رجاء عارفة اني ما بعرفش اعيش لوحدي، فبعد انفصالنا شجعتني اتجوز تاني واتجوزت وجبت مراتي وعرفتها عليها. كشفت رجاء حسين في لقاء لها عن رد فعلها بعد ان علمت بوفاة ابنها كريم سيف الدين عقيد مهندس اركان حرب بالقوات المسلحة، والذي وافته المنية في 2014 اثر تعرضه لهبوط مفاجئ اثناء قيادة سيارته. وقالت رجاء حسين: فقدت كل شيء بعد وفاة ابني عندما اصطحبوني للمستشفى بدعوى ان زوجي مريض. الطبيب قال لي: البقاء لله. قلت له: سيف مات، فرد ابنك كريم، فضحكت من الصدمة.